كعك فلسطيني وبمكونين فاخرين، والتعليق رح يكون الكعك مش طبيعي. بنحضر المكونات الجافة وبنخلط طحين قمح مع طحين الأبيض. هون زيت سيرج وزيت زيتون وسمنة بلدية وحيوانية. بنخلط المكونات الجافة مع بعض وبنحمص السمسم والإسحاق وبنخلطهم كلهم مع بعض. وعشان الكعك يطلع مش طبيعي بتمنى انكم تلتزموا بالمقادير وبالطريقة اللي اعطيتكم اياها. بنضيف الزيوت على المواشف وبنبسهم بهاي الطريقة لحتى يتشرب طحين كل الزيت والسمنة. وهنا بنخمر معلقة صغيرة من الخميرة مع كوب ماء دافئ مع سكر. بنضيفها على الطحين وبنعجن فيها بهاي الطريقة بالأصابع مش بكف الإيد. بنضلنا نضيف شوية مي تدريجيا لحتى نحصل على قوام عجينة طرية متماسكة. ممكن نضيفه فريش كريم مع المية الدافية، بيعطي طعم كتير غني وكتير هش وطيب للكعك. هون القوام المطلوب لعجينة الكعك. التمر بنضيف عليه سمنة حيوانية مع قرفة وشمر وينسون مطحونين مع رشة جوز الطيب. هون التشكيل رح يكون بهاي الطريقة أو بالطريقة اللي انتو بتحبوها. بنحمل الفرن على حرارة 200 ل 220 وبنخبزهم لحتى يتحمروا منيح. وبحب أقولكم إن الكعك فلسطيني